هاي عندي قطعة قماش فانيلة، قماشة فانيلة. أسوي أتقب الستيان، القماش أطبقه على عرضه، هو عريض القماش هذا كلش، وبعرضين هذا طبعا القماش، طبقته طبقتين. هذا الإشكال يصير الصفحة تنقض عفوا الصفحة تنقض، هي تصير للإشكال. أقصه، طبعا 2 سويت مو 1. راح أراويكم 1 هسه حاليا. هذا أقصه بالنص هنا، طول مالته 79 سنتيمتر، 31 إنش. الطول مالته طبعا من الزخمة للجوة، يعني هي الزخمة الفوق راح تصير هم يصير طويل يعني بالنسبة لي. العرض مالته، العرض مالته صفحة واحدة 67 سنتيمتر على صفحتين 134 سنتيمتر، 53 إنش. العرض مالته يعني هو طبعا راح ينقض، ما راح يبقى ستريتش. هو قماشه هو فانيلة بس ينقض. أطلع من عنده هذا العرض، هذا هم يفيدني، هذا يفيدني. هسه شنو هذا صار عندي، نسوي بالاشبار يعني، بس شنو قصة واسرع. هاي 2 هسه راح اقلكم قياس ايش قد. هاي طبقتين بطبقتين، وبعد اريد طبقتين بطبقتين. هاي يصير بس الصفحة واحدة، يعني فنجان واحد. هذا يصير. هسه اراويكم شلون الطريقة. هاي عندي هنا ثاني هم قصة حتى يطلع لي من عنده نفس القياس، نفس القياس راح اسوي هذا. وخلي عندي هاي القطعة هنا قسم من عندها على مود ما اطول الفيديو عليكم. فهذه عندي هاي هنا انا قصيت قطعتين بقطعتين،
4 قطع، هاي 4 قطع هنا عندي، هاي كذلك هم 4 قطع. طول الوحدة طولها هي 10 سنتيمتر، 10 إنش بس، 25 سنتيمتر، 10 إنش الطول مالها، عرضها قصدي. هذا من هنا لهنا. الفنجان هذا الجوا وهذا الفوق، بس هاي الجوا الفنجان مال الصدر هذه أقصر من هذه. هاي طولها 7 يعني 11 17 سنتيمتر، وهذه طولها 14 سنتيمتر، 9 إنش. هذه الفوق شلون راح أقصها؟ أقصها الحد النص. هذا عندي هنا طولها، شو أسوي لها؟ أسوي الحد النص لهنا، لهنا أقصها هاي من هنا لهنا، حتى لو ما تردين تقيسينها وتطوقينها بالنص. شوفين النص مالتها تسوينها لهنا. هذه كذلك هذا النص مالتها، والنوب تجين هسه هذه تجينها بهذا الشكل، شلون قصة الزخمة بالضبط. وهذه كذلك مثل قصة الزخمة. ايش فيها هاي؟ نكتب هذا هيجي، وهذا هاي الجو أقصها بس هيج، ما راح أجيزها. هاي الفوق الفنجان الفوق أقصها هيج، والنوبة أقصها منه، أسوي زاوية شوية وهيج أقصها، يعني يصير عندي هيج هيج. بس كون أنا أعرف وين الجو وين الفوق إني شنها. صراحة أهويكم هاي الفوق وهذا الجو، ما أبوزها تبوز، لا. إذا راح أقصها هيج هيج راح يصير بوز عندي، لا أنا ما أريد أبوزها، أسويها بهذا الشكل شوية، أقصها هنا على مود أنا أعرف هذا الجو الجنب هذا، ما راح أقصها بهذا الشكل أنا هيجي، على مود ما يصير عندي هذا البوز، هذا البوز ما أريده. أقصها أحاول أسويها دائرية، أقص هذا الحاشية ما أريد إنه يصير قوي بالخياط. هذا قياسه أكسيان لارج، طبعا مو صغيرون لا. أجيب كل اثنين، كل قطعتين ايش راح اسوي انا هسه؟ راح اخذ قطعة واحدة والثانية، اوكي، بس الاماميات يعني راح اسوي لها اللاصق، يعني هذه للقدام، هذا وهاي كلها راح اسوي لها اللاصق. هذني هسه هاي من بعد ما ضربت اللاصق 4 2 الفنجان الفوق 2 الجو.
شو اسوي هسه؟ اجيب هذه صفحة، هذه صفحة، ادقنها بهاي الشكل هيج، واحدة على الثانية، هذه وهذه، ونشوف ادقها منه لحد لهنا. هاي بعد ما خيطتهم وقصقصتهم شوي على مود ما يلفن لما نقلبهم. نقلبها ايش راح تجي هاي الصورة. هاي الصورة وهاي الورا يصيرن، بس هاي ما حطيت لها لاصق هيجي. هذا راح اسويه بهذا الشكل، احاول افتح هذا القماش الخياط ويا هذا الخياط واسوي بهذا الشكل، واخلي واحد على الثاني، واظل ادق على الوجه، ادق هنا. بعدين ايش راح اخلي له؟ راح اطعمه بهذا الشكل، راح اسوي بهذا الشكل. ايش يعني؟ بس اخليه على هذه هنا هنا، بكيف الواحد شلون ما يريد يصنع الموديل بكيفه. يعني اذا انا حابة اسوي موديل هنا قبل لا اخيط هاي هنا، اجيب دانتيل ابيض، اجيب دانتيل بلونه، اجيب تور مثل صفحة تور وصفحة من القماش نفسه، هم يصير حلو. بكل الاحوال هو يصير. وهم راح اراويكم موديلات يعني شلون ما تريد تسوي الموديل اللي يصير. تبدين تسوينه نص دانتيل نص نفس القماش، وبعدين تطعمين الدانتيل بلونه او دانتيل يلوق له كل شي. طبعا انا يعني تعلمت اخيط الاتك والستيان من كان عمري يمكن 14 سنة هيجي 13. يعني صار بالعراق كان اختصاصي اكثر شي بالخياط، بس الاتك والستيان. يعني هواي خيطت وهواي سويت موديلات، يعني بالالاف المؤلفة انا سويت موديلات. وكانت بذاك الوقت يعني الماكينة بالرجل وماكينة مال الفراشة، بعدين سوينا لها ماطور، بعدين يعني هواي سويت بيها، هواي موديلات سويت عتقات وبالستيان. الكودري هواي خيطتني عتقات وبالستيان بالعراق، والجو حار والكودري يعني شوية بارد، النسوان يستعملنه بالبيت. المهم هسه راح اطبقهن ذني وراويكم شلون. هاي من بعد ما دقيتها بالنص وخليت لها هذا الشريط صارت بهذا الشكل. هاي الثانية كذلك. بعدين اقطع خيوطها. هسه شو اسوي؟ اقص زايد اللي يطلع من عندها منه. هاي الثاني. هذا منها زايد شوي. هاي ليش يطلع زايد؟ هاي خليت لها لاصق بعد ما تنمط، ما تنقض بعد، والجو ما خليت لها لاصق. الجو راح تاخذ تنطي، بيها لاصق ما تاخذ تنطي بعد. الجو لازم يطلع بيها زايد، ما تأثر.
بعد ما سويتهم شو اسوي؟ اخلي لها شريط بعد منه، اخلي هذا الشريط بهذا الشكل، بهذا الشكل، اخلي الشريط بهذا الشكل للاخير. وهاي الصفحة نفس الشي. بعدين من راح اجي اطبقه، مرات شو اسوي؟ مرات اطبق هذا على هذا، اطبقه هيك بهذا الشكل، واسوي الشريط، بعدين اسوي داير ما دايرة. بس هسه ما راح اسوي هيجي، يعني كل مرة يعني اسوي بطريقة. قلت لكم بكيف الواحد شلون ما يسوي بكل الطرق هو ينجح، بس اهم شي واحد ينتبه على الترتيب مالته، شلون يخيطه، شلون. هاي شي كويه طبعا تعقد منه، هاي شي هو شلون يجي فنجان حلو. بعدين راح ينخرط باللاستيك وينخرط هيج بعد اكثر يوقف. هاي من بعد ما حطيت لها الشريط، نعم راح اطبق هاي على هاي. قلت لكم انا اذا اريد المثل مرات اسوي اطبق هاي على هاي وبعدين اسوي هاي مثل السبعة، بس هسه بهاي الطريقة راح اسويها. هذا راح ادوس عليها بالماكينة منه، هذا الشكل. هذا الزايدة قصة. من هنا راح اخلي لي شريط، يعني شلون الوردة او دانتيل او وردة جاهزة، يعني اي شي موجود. اساوي هذا منه الزايد اقصه، هذا كله راح احبكه هسه. يطلع زايد هذا. المهم عندي هاي هنا مترة سويتها، هذه اللي الظهر تصير عرضها 10 سنتيمتر 4 إنش. طولها مترة، هي الطول مالها 86 سنتيمتر 34 إنش. هذه راح أخليها هنا أدوس عليها منه، واضحة، منه لهنا ومنه لهنا. أدوسها بالماكينة منه ومنه، وهذه هم أدوسها أخليها وردة. بنفس الوقت راح أسوي لها تعاليق 2 منه ومنه حتى أركبها على البدن. هم البدن راح أطبقه هسه، راح أطبقه من هاي الصفحة. هو صفحة مخيطة، صفحة مطبوقة، صفحة لا. هذا الماء مقصوص، هذا اللي قصيته أنا. نوضح لكم الصورة أكثر. هاي الصفحة مطبوقة، يعني ما قصيتها. وهذه الصفحة لا، راح أخيطها وأكفها. بس أنا شو أسوي؟ أعطيني هشان منه على مود من أريد أركب النص، أعرف الصفحة هاي منه حتى يعني يصير توازن بيناتهم. ونشوف الطريقة هسه. هاي عندي أنا طبقت هذا، طبقت هذا، طبقت هذا، صار بهذا الشكل. هسه بعدين راح أجيب البدن ماله جوا قماش وأحط عليه ونبحط أي لاستيكة. فأنا عندي دقم ما خليت له وردة، لو خليت له شي لا، فأنا اختاريت هاي الدقمة، خليتها إلى هنا. خلينها هيك ذهبية، بس هاي البيضة يعني حسيت فيها أحلى شوية. أقدر أحط لها شريط، أنا أقدر أطبق هذا الشريط
أخيطه وأقدر أسوي وردة هيجي أحطها عليه. بس شوي هاي لقيتها أحلى شوي صارت. وبعدين عندي هاي السيور سويت له شيارات مالته والتعلاقات مالته. الوحدة طولها 35 سنتيمتر، 14 إنش. هذا يعني إذا أخليه هيجي هم راح يمط شوية، يعني يصير كبير وصغير. وبنفس الوقت شو أسوي؟ ما أريد أخليه ياخذ وينطق ماشي، فراح أسويه بهذا الشكل. يعني أخيط بهذا هيجي، يعني بالطرف منه ومنه هيجي، وأخليه للسير هذا للتعلاقة مالته. وجينا النوبة على اللاستيكة. اللاستيكة راح أخذ، مو هذا وجهه، هذا الوجه مالته. أجيب اللاستيك أخيطه بالطرف على طرف اللاستيك، داير ما داير هذا مالت الكتف، قصدي الظهر. من راح أخيطه بهذا الشكل. يعني هنا أخيط، هنا أخيط، هنا أخيط، هنا أخيط. من راح أقلبه راح يضيع عندي كل بهذه الطريقة. وبعدين النوب أدوس هنا، راح يصير عندي الخياط نظيف وينسمت ينخرط. ونشوفه هسه. هذه ركبتها، ركبت البدن على الزخمة. وطبعا ما تخيط إلا بال هيك قطع مال ورق، لأن القماش شوي ستريج، فأكو ماكينة ما تاخله. فهذا الورق أشيل عقب بسهولة يعني وقع. المهم خليت اللاستيك على الوجه بهذا الشكل، خيطته على الطرف خيطته. بعدين ايش راح اسوي؟ راح اسوي له بهذا الشكل، هم اسمته واخيطه بهاي الطريقة. هم ادق عليه هنا على هذا، امشي عليه وادبيه منه، يعني من الفنجان مالته. هم اسمته من اخيطه بهاي الطريقة، حتى على مود يصير عندي خياط اللاستيك مرتب. اقدر اخيط دربين انا، نشوف هسه. وبعدين احط التعلاقة هنا، هم نخيطها على شكل دفن. وبالنسبة للكمر هنا، هاي انا قست لاستيكة على قياسي شوية اكبر سويتها، لان هذا اكسيال لارج. راح اطبقها بهذا الشكل، ادوس عليها وبعدين اركبها بهذا الشكل. يعني لما ادوس على القماش، من اخليها هنا بالنص وادوس على القماش، ما راح ادوس على اللاستيك، ادوس بالطرف هنا، تطلع عندي اللاستيك. يعني شلون هسه لما اخيطها اراويكم اياها، تصير يعني مرتبة بشكل حلو. ونركب التعاليق. وهاي الحاشية مالت الطرف مالته سويته بس زقزاق، لان هي فانيلة اصلا. من راح اكفها، يعني اقدر اكفها انا هيك، بس ما عليه شي هيك. هذا اللاستيك ركبته، هذا ركبته للظهر، هذا للكمر وهذا للفوق بهذا الشكل مثل ما قلنا ركبناه. بعدين قلبته، دقيته من هنا درب، وهاي انها درب. هاي التعاليق تعلاقة سويتها بهذا الشكل، وبعدين قلبتها هيك. وبعدين شو اسوي؟ اطبق هاي الصفحة على هاي الصفحة، بس اخذ قياس يعني. اطبقها من هنا، اطبقها نصين،
اخلي بالنص دمبوس وبالنص الثاني هم دمبوس. شو اسوي لها حتى عندي يصير التوازن مالت العلاقة، حتى تصير متوازنة بالمكان الصحيح. هاي هنا، هذه هنا، هذا الشكل اسويها هذا الشكل. الصراحة ادقنها هنا وادقها من هنا ويصبح عندي اتق. وبالستيان قياس هذا مو صار اكسيال لارج، لا 3 اكس لارج. هذا قياسه 3 اكس لارج، لان اكثر يعني الطلب يجي عليه هذا الكبير، اكثر طلب يجي عليه. هذا نتيجة الاتق صار بهذا الشكل، والطول ماله يعني انزل من الركبة شوية. وقولوا لي شنو رايكم، وشنو يعني تردون اي موديل تردون، كتبوا لي بالتعليقات وشنو رايكم. شكرا جزيلا.